ده افضل موبايل حاليا تحت ال 10000 جنيه، وهو الريدمي نوت 14، وده لانه جايب افضل شاشه في الفئه الاقتصاديه، شاشه اموليد 120 هرتز بحواف قليله والوان جامده جدا. اما بالنسبه للمعالج، فالمعالج هيليو جي 99 الترا، معالج بيقدم سلاسه استخدام حلوه جدا، وفي الالعاب فالموبايل بيلعب ببجي لحد 60 فريم. اما بالنسبه للبطاريه، فالموبايل جاي ببطاريه عملاقه بسعه 5500 ملي امبير، بطاريه هتخلص معاك اليوم واحتمال كمان تخش في اليوم اللي بعده. بالنسبه للكاميرات، فالموبايل جاي بكاميرا اساسيه بدقه 108 ميجا بكسل، كاميرا بتطلع صور حلوه والوان وتفاصيل كويسه جدا. وبالنسبه للكاميرا السيلفي، فالكاميرا السيلفي يعتمد عليها جدا في التصوير، الكاميرات هنا يا جماعه حلوه جدا بالنسبه لسعر الموبايل. اما بالنسبه للتصميم اللي ما ينفعش ننساه، فتصميم الموبايل ده بشوفه ان هو واحد من اشيك الموبايلات في الفئه الاقتصاديه. ونيجي للسؤال الاهم، مين بينافس الموبايل ده؟ اللي بينافس الموبايل ده موبايلين، سامسونج اي 16 وانفينكس هوت 50. الموبايلين دول لازم تحطهم في اعتبارك قبل قرار شرائك للموبايل ده. وبس كده.